لو حولت لحد فلوس بالغلط على فودافون كاش او على اي محفظة تانية هتعمل ايه؟ في الفترة الأخيرة جاتلي شكاوى كتير جدا بسبب الموضوع ده، فقررت إن أنا أعمل فيديو. أول خطوة لازم تعملها إنك بلاش ترن على الرقم اللي أنت حولته بالغلط. أنت أول حاجة هتكلم الشركة الأول وتستفسر من الشركة إن الرقم ده عليه محفظة ولا لأ. لو الرقم ده مش عليه محفظة فأنت هتنتظر 3 أيام والفلوس هترجعلك تاني على محفظتك. وانا بقولك في الاول بلاش ترن على رقم، لان في ناس كتير ما عندهاش ضمير، فممكن لسبب ما مثلا هو ما يكونش شاف رسالة فانت تكلمه فتنبهه فيطمع ويعمل محفظة ويسحب فلوسك وما يرجعهاش ليك تاني. طيب لو انت كلمت الشركة والشركة وضحت لك ان الرقم ده عليه محفظة، في الحالة دي انت هتتصل بالرقم وتوضح له الموضوع وتطلب منه يحولك تاني فلوسك. طيب لو رفض يحولك فلوسك في الحالة دي هتعمل ايه؟ هتتوجه بعدها على طول لمباحث الاتصالات وتعمل محضر في الرقم ده. من خلال بقى المحضر هنعرف اسم صاحب الخط ومحل اقامته ورقمه القومي وكل حاجة عنه، وبناخد صورة رسمية من المحضر ده، وبعد ما بنعرف الشخص بنرفع عليه دعوى إسراء بلا سبب، وده وفقا لنص المادة 179 من القانون المدني.